والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدي قناة مطبخ إيمان، اليوم هنعمل وصفة لأول مرة اتعملت على اليوتيوب. هنعمل الفول السوداني المحمص بالطريقة السودانية. طبعا احنا عندنا في السودان الفول، عندنا فول أحمر، فول أبيض. يلا أول مرة الفول الأبيض ده يتعمل، عملناه لكم إن شاء الله تشوفوا الفيديو تعرفوا الطريقة. طبعا الفول السوداني عندنا متوفر هنا في السودان، بنستعمله في حاجات كثيرة. ممكن بدل ما نشتريه بالغالي نجيبه ونعمله في البيت بطريقة نظيفة وعن حاجة موفرة. ممكن نعمل الأبيض، ممكن نعمل الأحمر، وممكن بعد ما نجيبه ونعمله ممكن نستخدمه نسحن ونعمله دقوة أو زبدة فول السوداني. ممكن نستخدم مكسرات، ممكن نستخدمه في أقاشيع، يعني في الخبايز، يعني مكسرات، يعني اسمه بيقولوا شنو، يعني زي الفستق السوداني كده، يعني احنا بنسميه الفستق السوداني. عنده استخدامات كثيرة. ويلا الليلة عملت لكم الطريقة حقته دي، ان شاء الله تجربوها تظبط معاكم. طبعا عندنا في السودان برضو احنا ممكن شنو نشربه مع كوباية شاي سادة كده بمزاج. بعد ما ننضف الفول نكبه كده في الكوباية، أحلى مزاج شاي بالنعناع كده بالفول السوداني. وإن شاء الله تجربوا الوصفة بتاعت الفول الأبيض ده، لأنه أول مرة يتعمل ويظبط معاكم، وأحلى فول سوداني بالعافية إن شاء الله. يلا نشوف الطريقة. بسم الله. يلا أول حاجة عندنا الفول بنجيبه كده، يعني بيكون ني كده منضف جاهز كده. شوفوا إذا في حاجة ما كويسة نطلعها. عندنا ملح، عندنا رماد. الرماد هو الحبوب ده البغاية حقت الفحم، يعني الفحم لما يتحرك كده بيبقى دي النهاية حقته كده. يلا أول حاجة نغسل الفول. أول حاجة بعد ما نغسله نصفي مويته دي. غسلناه كم مرة كده. يلا هنخلي معاه شوية موية عشان نضيف له الملح. الملح على حسب الطعم. يلا نخلطه كده مع بعض، نخليه كده زي يعني ربع ساعة كده عشان يشرب لنا طعم الملح. يعني الملح لما يكون طاير يكون أحسن يعني. يلا نخليه شوية كده ربع ساعة ونجي نشوفه. ساعة يعني شربت لنا الملح، هنصفيها. خلي الملح كلها تتصفى. هنيجي نقسم على 2. هنعمل نص بالبوتاجاز يعني بالنار، والنص هندخل الفرن، وهنشوف بعدين الاتنين يعني هيكونوا كيف. يعني ممكن نعملهم بالفرن، ممكن نعملهم بالغاز. بعدك انتوا تختاروا الحاجة اللي انتوا عايزينها. هندخل الفرن النص. طبعا الليل هنعمل لكم الفول لأول مرة، يعني ما في زول عمله قبل كده بالطريقة اللي انا هعمله لكم اليوم. يلا دي الصينية دي هندخلها الفرن، والنص التاني هنعمله بالغاز.
نخليها زي ربع ساعة يعني، وكل 5 دقايق نطلعها يعني كده نصوت نخبطها تاني ندخلها عشان يعني اللون بتاعها يكون واحد وما تحرق لينا. يلا دي هنعملها بالبوتاجاز أو بالنار. يلا المفروض يعني دي بيعملوها ممكن المفروض يجيبوا رملة كده تكون خشنة يغسلوها يكبوها تحت الفول ده يكبوها في الطاوة بعدين يجي يحمصوا فيها الفول ده. بس أنا ما لقيت الرملة دي ويعني كده بتعملتها كده بالطاوة وبرضه بتظبط بالطاوة. يلا بس طوالي كده لحد ما يعني يدنا ما تطلع منها لحد ما تنجض. الفول الفرن طبعا بخلي الفرن كله يعني كل 5 دقايق بنطلعه كده بنضغطه كده تاني ندخل الفرن لحد ما نسمع صوت الفول انه بيطقطق يعني كده زي اللي بنقلي في بون بنقلي في حاجة. يلا عشان نشوف انه هو يلا عم ما شاء الله كده خلاص. يلا ده كده حق الفرن. يلا نشوف كمان حق الغاز ده برضه فعلا قليناه نقليه زي البن يعني ممكن نعمل كده مكان لكن انا بفضل اللي بيتعمل بالفرن بيكون تحميرة واحدة كده وهناك. يلا برضو نفس الحكاية كده. يلا ده انا عايزة اعمله ابيض. طبعا اول مرة اوريكم طريقة الفول بيكون ابيض. احنا طبعا عندنا هنا في السودان فول احمر وفول ابيض. يلا هسه انا هعمل لكم الفول الابيض بعد ما كده خلاص يعني قليناه ونجح استوى كده خلاص. يلا هنكب فيه الرماد. طبعا الرماد اول حاجة بيخليه يبقى لونه ابيض وثاني حاجة يعني ما بخليه يحرق. يلا تاني كده نخليه 5 دقايق مع الرماد ده عشان يستوي كويس ويدينا لون الفول الابيض. يلا الفول الابيض ده اول مرة يتعمل يعني اول واحدة انا عامله لكم ان شاء الله يعجبكم. يلا اذا لقينا الرملة يعني لقينا الرملة كده تكون خشنة نغسلها ونجي نقلي فيها الفول ده يكون احسن. انا ما لقيتها عملت لكم بالطريقة دي لكن انا بفضل انه تعملوه بالفرن. ممكن تجربوا الاثنين. الابيض كده احسن نكون عايزين نعمل فول ابيض بس كده بالنار احسن لنا كده. يلا كده دي كده شكل الفول النهاية الابيض. كده خلاص نرفع عليه النار استوى. يلا دي كده الشكل النهائي لوصفتنا اليوم تحميص الفول السوداني لأول مرة. الفول الأبيض فول أبيض وفول أحمر. إن شاء الله فيديو نال إعجابكم طبقوا الوصفة تظبط معاكم وأحلى فول سوداني محمص. والعافية.